السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي آية أحمد ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة، وتعملوا لايك للفيديو عشان توصلوا الفيديو ده لأكتر عدد من الناس. النهاردة بقى هقول لكم ازاي تعملوا طاسة البيض الخطيرة دي. بجد حرفيا انا ما بحب ادلع نفسي بعملها، حقيقي في منتهى الجمال، تحفة جدا. هتعجبكم، هتعجب الولاد، طعمها لذيذ قوي، مش هتشبعوا منها. هتلاقوا نفسكم قطمارة التانية بتخلصوها. بجد تنفع عشاء، تنفع غدا، تنفع فطار، في كل الحالات بتاعتها هتبقى معاكم لذيذة جدا، ومكوناتها بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. ويلا بينا بقى اقول لكم عملت طاسة البيض الخطيرة دي ازاي. في البداية انا معايا هنا 4 حبات من البيض، ومعايا هنا 3 حبات طماطم مبشورين كويس، معايا بصلة متوسطة، معايا فلفل، ممكن فلفل الوان، فلفل اخضر، معايا ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة كمون، ربع معلقة ملح، فصين توم شرايح، معلقة كبيرة صلصة، ومعايا هنا نص كوباية من مشكل الجبن. في طاسة على النار هنزل بمكعب زبدة او سمنة او زيت المتوفر عندكم، وهنزل بالبصل وابتدي اشوحه كويس جدا لحد ما ياخد لون ذهبي خفيف جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزه البصله تدبل بس معايا مش اكتر. هايل قوي اللون ده، هو ده اللون المطلوب، تمام قوي كده. انا هنا بقى هنزل بمعلقه الصلصه بتاعتي كويس جدا، اقلب كويس لحد ما اتاكد ان هي اندمجت معاهم كده، وانزل بالفلفل وادي تقليبه برضو كويسه. مش هستنى لما الفلفل يدبل، الفلفل لسه اخضر قدامي. هنا هنزل بقى بشرايح التوم دي. هنا انتوا ممكن لو لقيتوها السوائل بتاعتها كده ما فيهاش دهون، ممكن تحطوا معلقه زبده كمان، وابتدي اقلب كويس لحد ما اشم ريحه التوم، بس مش عايزه اللون التوم يحمر. هنزل بالصلصه معايا بالطماطم، وهدي بقى تقليبه كويسه كده عشان الطماطم تنزل العصاره بتاعتها وميتها كده. هبتدي بقى انزل بقى بقيه التوابل بتاعتي، الملح والفلفل والكمون، وهديهم تقليبه كويسه جدا. هنا انا ممكن انزل بربع كوبايه من الميه، هنزل بس بربع كوبايه من الميه كده عشان تساعد ان الصلصه بتاعتي دي تتسبك بسرعه. هايل قوي كده، شايفين السوائل ابتدت تنزل السوائل بتاعتها كويس، بس لسه فيها نسبه سوائل. انا هديها تقليبه كويسه لحد ما اتاكد ان السوائل دي نشفت بنسبه 90%. هايل قوي. هنزل بقى بحبات البيض بتاعتي كده كويس، هنزل بقى بالبيض بتاعي كده هديله بس تقليبه خفيفه، انا مش بقلبه تقليب كامل، لا، زي ما انتوا شايفيني بس كده. انا بضغط على البيضه مره واحده كده بالمعلقه بتاعتي واغطيها لمده 30 ثانيه وابتدي ارفعها تاني. شايفين ابتدى البيض يستوي اهو. هدي تقليبه خفيفه خالص، انا عايزه البيض ما يبقاش مختفي فيها، انا عايزه البيض يبقى له طعم وقوام فيها كده. هدي تقليب كويس واغطي كمان دقيقه. بس قبل ما اغطي بقى هنحط جبن كده، نبتدي بقى غرقوها جبن كده، اي جبنه بتحبوها. وهبتدي بقى اغطي لحد ما الجبنه بتاعتي تسيح وتبقى تمام زي ما انتوا شايفينها كده. صدقوني ريحتها كانت قلب المكان، جميله جدا. انا قلت لكم تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع فطار. صدقوني بتبقى لذيذه جدا، مغذيه جدا كمان. فيها بيض، فيها فلفل، ممكن تحطوا فلفل الوان عشان تبقى مغذيه اكتر، بصل، توم، بجد وما فيهاش توابل كتير. طريقة بسيطة جدا، صدقوني هتعجبكم، هتعجب الولاد جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اشعار ان شاء الله في كل الفيديوهات الجديدة. ولو انتوا من الناس اللي بتجربوا التطبيقات بتاعتي ما تنسوش تبعتولي الصور، بتفرحني جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.